رنا كانت طالبة هادئة بقسم التاريخ بالجامعة. انتقلت قبل فترة قصيرة لأن عائلتها انتقلت لمدينة جديدة. بالبداية كانت تحاول تتأقلم ويا المكان والطلاب الجدد، وصديقتها الوحيدة تقريبا بالجامعة كانت هدى. هدى كانت تدرس هندسة، ولهالسبب رنا كانت تقضي هواية وقتها بساحة الهندسة والكافيتيريا القريبة منها. في يوم من الأيام أحمد كان قاعد ويا أصدقائه بالساحة. أحمد كان معروف بين الطلاب، شاب اجتماعي واثق من نفسه، وهواية بنات يحاولون يتقربون منه. أصدقائه دائما يمزحون وياه بسبب كثرة علاقاته. وبينما كانوا يسولفون، أحمد لمح بنية ما شايفها قبل، كانت واقفة ويا هدى. سأل أصدقائه: شباب، منو هاي البنية؟ أول مرة أشوفها بالجامعة. سيف، هاي رنا صديقة هدى. اي والله، قسم التاريخ، توها منقولة للجامعة قبل فترة. أحمد ظل يباوع عليهم لحظة وقال: شكلها هادئة. سيف ضحك وقال: أنت ليش مركز وياها؟ أحمد ابتسم وقال: لا، بس سألت. علي قال وهو يضحك: أي سألت، واضح ليش. بعدها قال أحمد: يلا خلونا نروح نسلم على هدى. ضحكوا أصدقائه لأنهم فهموا السبب الحقيقي. اقتربوا من البنات وتعارفوا بشكل بسيط. هدى قالت: رنا، هذا أحمد، وهذا سيف وعلي. أحمد قال. رنا ردت بهدوء: أهلا. كادوا يسولفون شوية. أحمد حاول يفتح موضوع: شلون الجامعة وياك بعد الجديدة هنا؟ بصراحة بالبداية كان صعب، مدينة جديدة وناس ما أعرفهم. هدى قالت: بس هسه بدأت تتعود شوي. أحمد ابتسم وقال: إذا احتجتي شي بالجامعة اسألي هدى أو اسألينا. رنا قالت بابتسامة خفيفة: شكرا. وبعد لحظة صمت قصيرة قال أحمد وهو يحاول يطول الحديث: أنت من أي مدينة قبل ما تجين هنا؟ كنا ساكنين بالبصرة، بس شغل أبوي خلانا ننتقل. يعني تركتي كل صديقاتك هناك؟ إيه، بالبداية كان صعب علي. أحمد ابتسم وقال: هسه بعد عندك صديقات هنا. سيف قال وهو يمزح: أي، خصوصا أحمد. ضحكوا كلهم قليلا. بعد هذا اللقاء صار أحمد يتعمد يمر بالمكان اللي تجلس فيه رنا وهدى، ومع مرور الأيام صار الحديث بينهم أطول. أحيانا يجلسون في الكافيتيريا ويتكلمون عن الدراسة والجامعة والحياة بشكل عام. في يوم كانوا جالسين بالكافيتيريا. قال أحمد: رنا، أنت ليش اخترتي قسم التاريخ؟ قالت: أحب القصص القديمة اللي صارت قبل. أحمد وهو يبتسم: يعني تحبين تعرفين أسرار الماضي؟ قالت: تقريبا. قال أحمد: زين، إذا صرتي مؤرخة بالمستقبل لا تكتبين عني شيء مو زين. ضحكت رنا وقالت: هذا يعتمد على أفعالك. أحمد ابتسم وقال: زين، إذا كتبتي عني كتبي أن أحمد كان طالب مجتهد. رنا ضحكت أكثر وقالت: واضح مجتهد. أحمد قال: ليش ما مصدقة؟ لأن هدى حكت لي عنك. أحمد استغرب: شنو حكت؟ رنا قالت وهي تبتسم: قالت أنت أكثر شخص يقضي وقته بالكافيتيريا. أحمد رفع حاجبه: هاي إشاعات. رنا كانت تسمع هواية عن سمعة أحمد وعلاقاته المكومة ويا البنات. بالبداية كانت تحاول تبقى حذرة، بس شخصية أحمد كانت جذابة. في يوم من الأيام وهم يتمشون بعد ما خلصت المحاضرات، سألت رنا أحمد بصراحة: أحمد، أقدر أسألك شي؟ أكيد، أسألي. الناس يقولون عندك علاقات هواية. أحمد ضحك وقال: الناس دائما يحبون يبالغون، بس أكيد مو كل الكلام على. أحمد تنهد وقال: يمكن تعرفت على بنات قبل. ليش ما صار شي جدي ويا أي وحدة؟ أحمد فكر لحظة وقال: يمكن ما لقيت الشخص المناسب. وشلون تعرف أنه الشخص المناسب؟ أحمد قال وهو يباوع لها: لما تحس أنك ما تريد تخسره. سكتت رنا لحظة وهي تفكر بكلامه، وبعد لحظة قالت بهدوء: يعني إذا لقيت هذا الشخص راح تتمسك بي؟ أحمد رد بثقة: أكيد. مرت الأشهر وصارت العلاقة بينهم أقرب. صاروا يطلعون مع بعض، يسولفون لساعات، ويشاركون بعض تفاصيل حياتهم. وفي يوم من الأيام قررت رنا تسأله عن مستقبل العلاقة. قالت له: أحمد، لازم نحكي بموضوع مهم. خير؟ إحنا صرنا قريبين هواية، وأنا ما أحب العلاقات اللي بدون نهاية واضحة. تقصدين شنو؟ رنا، إذا علاقتنا جدية لازم تتقدم لي. أحمد ظل ساكت لحظة. أنتي مستعجلة على الزواج؟ رنا: مو موضوع استعجال، بس أريد أعرف وين رايحين. أحمد تنهد وقال:
تمام، أنا مستعد أجي أحكي ويا أمك. رنا قالت وهي تباوع له: أنت متأكد؟ أي، ليش لا؟ بس داخل أحمد كان يفكر بأشياء هواية. وبالفعل أجا أحمد لبيت رنا والتقى بأمها. أم رنا قالت له: تفضل أحمد، سمعت عنك من رنا، اتشرفنا خالة. رنا بنتي الوحيدة، وأنا أخب أعرف نية الشخص اللي يتقدم لها. أنا معجب برنا وأريد علاقتنا تكون رسمية. وشنو خطتك للمستقبل؟ أفكر أشتغل وأسافر للخارج حتى أبني مستقبلي. أم رنا قالت بهدوء: مو غلط، بس البنية تحتاج استقرار. أكيد. أم رنا نظرت إليه وقالت: أنت ناوي ترجع بعد السفر لو تبقى هناك؟ أحمد تردد لحظة وقال: ما أعرف بصراحة، يعتمد على الظروف. أم رنا قالت: المهم تكون واضح ويا رنا. لكن بالحقيقة أحمد ما كان يفكر بالزواج كثيرا بتلك الفترة. مرت فترة قصيرة بعد هذا اللقاء، ثم جاء اليوم اللي أخبر فيه أحمد رنا أنه حصل على فرصة للسفر. قال لها: رنا، إجاني عرض عمل برا البلد. تقصد راح تسافر؟ أي. وإحنا شنو يصير بينا؟ السفر فرصة مهمة وما أقدر أضيعها. رنا بصوت حزين: يعني أنا مو فرصة مهمة؟ الموضوع مو هيك. لكن قراره كان واضح. في يوم السفر ذهبت رنا للمطار تودعه. قالت له: أحمد، إذا بقيت ممكن نبدي حياتنا سوا. أحمد سكت لحظة. رنا، لازم أسافر. رنا قالت: تمام، أتمنى تكون سعيد. لكن قبل ما يدخل أحمد لبوابة السفر قالت له بهدوء: أحمد، أتمنى يوم من الأيام ما تندم على هذا القرار. أحمد لكنه ما رد، وسافر أحمد. مرت 3 سنوات. في أحد الأيام كانت رنا قاعدة ويا أمها. أمها قالت: بعدك تفكرين بيه؟ أحاول أنسى. الحياة ما توقف على شخص. أعرف يمه، مازن إنسان زين ويحبك. خايفة ما أقدر أحبه. الحب أحيانا يجي بعد الزواج مو قبله. وتزوجت رنا مازن، حياتهم مستقرة وهادئة. لكن بعد سنوات عاد أحمد للبلد، وفي حفل زفاف لأحد أصدقاء أحمد كانت رنا ومازن موجودين أيضا. حين رأى أحمد رنا بعد كل تلك السنوات شعر بصدمة. اقترب منها قليلا وقال: رنا تباجأت. أحمد: ما توقعت أشوفك هنا، ولا أنا. ثم قالت: هذا زوجي مازن. صافح أحمد وقال: تشرفنا. ومع الوقت صار أحمد صديق لمازن، لكن هذا الشيء بدأ يسبب توتر لرنا. في يوم من الأيام صار نقاش بينها وبين مازن. مازن: ممكن أسألك شيء؟ مازن: ليش صرت قريبة هواية من أحمد؟ لأن شخصيته طيبة وصار صديق إلي، بس أنا ما أرتاح له. مازن استغرب. رنا ترددت وقالت: بس إحساس. رنا، أنت متغيرة من صار صديقي، لأن وجوده يذكرني بأشياء ما أحب أتذكرها. لكن رنا غيرت الموضوع. ومع مرور الوقت زادت المشاكل. في ليلة صار خلاف قوي بينهم. مازن: رنا، شبيك كل ما أذكر أحمد تضايقين؟ لأن ما أريد يكون قريب من حياتنا، بس هو صديقي وأنا زوجتك. مازن سكت لحظة وقال: أنتي تطلبين مني أقطع صداقتي وياه؟ إذا هذا الشيء يحافظ على بيتنا. أي. وفي لحظة غضب ذهب مازن للمحكمة ليطلق رنا، لكن قبل إتمام الإجراءات تراجع. قال لنفسه: عندي عائلة وعندي أطفال. أما رنا فقررت حدا نهائيا لكل شيء. قالت لمازن: مازن، لازم تختار. أختار شنو؟ أما أحمد أو استقرار حياتنا؟ مازن نظر إليها طويلا ثم قال: أنا أختار عائلتي. وسافرت رنا مع زوجها لتبدأ حياة جديدة بعيدا عن كل تلك الذكريات. أما أحمد فالندم في قلبه، وكان يعرف أن الفرصة اللي ضيعها في الماضي لن تعود مرة أخرى أبدا.